عاجل. الملك يعزي أسرة هذه الفنانة، ولكن قبل الخوض في التفاصيل المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تتوصلوا بكل الأخبار الحصرية المغربية. بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنانة الراحلة نعيمة بوحمالة، معربا فيها عن بالغ تأثره لنبأ وفاتها. وقال جلالته في البرقية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنانة القديرة نعيمة بوحمالة، رحم الله بوسع رحمته وأسكنها في فسح جناته، وألهمكم جميل الصبر وحسن العزاء. وأضاف الملك: وبهذه المناسبة الأليمة نعبر لكم ومن خلالكم إلى كافة أفراد أسرتكم الكريمة وإلى أسرتها الفنية الكبيرة من أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في فقدان إحدى رموز الشاشة المغربية التي كانت مثالا للشغف بالفن والوفاء لجمهورها، وقد خلدت اسمها في رصيد زاخر من الأعمال المسرحية والتلفزيونية المتميزة. وجاء في ختام البرقية: وإذا نشارككم مشاعركم في هذا المصاب الجلل، نسأل الله تعالى أن يتغمد الفاقدة برحمته الواسعة ويجزيها خير الجزاء على ما قدمته من عطاء وإبداع، وأن يجعلها في عدد عباده الصالحين الذي وعدهم بجناته ورضوانه.